أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار المغربية. تحطم طائرة مغربية مليئة بالركاب، وهذه هي التفاصيل. قبل ما نبدأ، المرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. لقى 5 مغاربة مصرعهم بعد الظهر اليوم في حادثة تحطم طائرة صغيرة مسجلة بالمغرب قرب جنوب فرنسا، وذلك دقائق بعد إقلاعها. وقد أكدت مصادر دبلوماسية مغربية الحادث في وقت الذي ذكر الدرك الفرنسي أن الأمر يتعلق بأسرة مغربية تتكون من أب و3 أطفال، تتراوح أعمارهم من 8 و14 سنة. فيما أفادت وكالة المغربية العربية لأنباء أن الأمر يتعلق برئيس المديرية العامة لشركة كولورادو فريد برادة وأسرته الصغيرة. كنتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.